لو كان خير الصراح صرح وذا لكم خير صراح نير تزخون لسبقوكم الصحابة أبو زحد كتب رينا يا مالتي صحابة مقدمهم نيرام على رأسهم جمع القرآن قرآن أبو زي سيدنا رسول تأكب نيرو يتأكبن أي تأكبن جن حنت نجر مستوعد تدلينا نجر الله إذا حديث زي أب صحيح البخاري زل حديثه ولا عاد الله أب صحيح البخاري زل حديثه سيدنا عمر بن الخطاب ناب سيدنا أبو بكر الصديق قيدو يا أمير المؤمنين كان سيدنا أبو بكر عند خلافة أب خلافة سلزنبرة يا خليفة رسول الله قرآن أكبو انتي رأينات كقرآن تأكبنا مسبولو سيدنا أبو بكر الصديق انتي أبزيها مستوعد تدلنا غندي لا مني لا دبل له سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عمر قرآن أكبو مسبولو سيدنا أبو بكر الصديق انتي بلا له لا كيف أفعل الشيء الذي لم يفعله رسول الله استوعب زربا كما يجير الرسول ده يسرح وسرح يسرح إلو قرآن أين أكبوني نايلو منكم أبلا الله سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عمر بن الخطاب انتايلو وشعو استوعلوا سيدنا عمر بن الخطاب انتايلو هو والله خير هو والله خير هو والله خير سلسة جزيم حلو راوي لحد سيدنا أبو بكر الصديق انتايبل الزربازي دقاقيمل ليس حتى شرح الله صدري سقاب زقبلوا الزربا والله خير 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 دابل دقاقيمل لي قلت يوم كده من أبحاد صحابة خيرهم قرآن أكبر سخن تايلو كيف أفعل شيء لم يفعله رسول الله رسول ده قبر وصرح كم يجي يسرح قلت يوم كينهم هو والله خير هو والله خير انت خينهم رسول ده يسرحنا يسرح يسرحنا له خافوا البدع بدعة فرحوا بدعة سلس فرحوا أين أكبوني نايلو قل سيدنا عمر تايلو عمر الذي يفرق بين الحق والباطل جعل الله الحق في لسان عمر الفاروق مخاني ترسعوا وزخول حقي بسيدنا عمر زبره سيدنا عمر هو والله خير هو والله خير هو والله خير الو مباركس قرآن كأكبو لهم جميرا قرآن أكبهم كله مس أكبو في أواخر سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كبمول أم صحابة حدث بحفيزوات أنيه حدث إذا سبزي أب قزوة يماما مويتون يرون تزخون تاي مخانة يا راحج داش مخانة سيدنا عمر نسيدنا أبو بكر كم أخبلون كله أبو بكر صديق لا رسول ده يقبر وأي قبرني يقبل كله سيدنا عمر وو حق رسول ده يقبر وخمي جري يقبريله قد يفوان يرون تزخون قرآن ممتنا ده حجي أبدا أي ممتنا سيدنا أبو بكر نفس سيدنا عمر نمسع ركعتي صلاة التراويح كنديس ركعي سجدالله شو ما أنت 20 أب حرمين الشريفين مكة المدينة 10 ركعة سجدالنا سيدنا رسول 10 سجدوا شو ما أنت سجدوا نمجم مرتاق زي نزيز التأتاتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا ما ستأتاتوا جنتايلو حجون حزوة عمر الذي يفرق بين الحق والباطل 10 ركعة سجد جماعة خوينا مسأززا نتصبحتها متي مصر أيام تايلو فهذه نعمة بدعة أب صحيح البخاري في باب قيام الليل في باب صلاة التراويح لكم نعمة بدعة لكن نعمة هذا من عمر بن الخطاب سلازي قدوفوزي أب قرآن إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء نسبا رفعا انت عانت في اللي يمتأخلنا الفلتننا إنما يخشى الله من عباده العلماء أن تخوينوا ربس كابتم علماء يفرح إنما يخشى الله من عباده العلماء تخوينها تم علماء سي كاب ربي يفرح مجرد نسبان رفعان نحنا نسبان رفعان بقبرة أب كتاب الله مني حجاج بن يوسف هو من التابعين رسول أي قبروه أبو بكر أي قبروه عثمان أي قبروه علي أبو بكر عمر عثمان علي أي قبروه من غيره حجاج بن يوسف سأل الله حجاج بن يوسف بعضهم يقول حسن البصري نحن تصبوا قرنا نقرأ لنا إنما يخشى الله من عباده العلماء نبلا لنا نسبة إذا باء حنت نقطة بتحتي تأكل تنقطة بالعلي سأسل نقطة بتاعت زقبر مني يحيى ابني يعمر من التابعين أما بل 200 حاد هجرية بدحر انتقالنا سيدنا رسول دحر 100 عام
لو كان خير لسبقهم رسول الله نبل خير نيرو تزخون يوم صحابة سرحوا سرحسي رسول أمة محمد نخيت الجاجس لعر سيدنا رسول حجاج بن يوسف حال الله أمة رسول الله نخيت جاجا لعل سيدنا رسول سيدنا أبو بكر الصديق نأكل بقرآن لهم أكيد وملا أيكونن لو كان خير لسبقوكم الصحابة زبل زربا لا أصل له في الدين زربا حتركنا بلوجين ابن تيمية بعض الإخواننا انت حاتتنا مني ابن تيمية انت لنا شمنا ابن تيمية خطوة عن كله بزي شيخ الإسلام يتوعونه شيخ الإسلام ابن تيمية يبلوه ابن تيمية نحتفال بالمولد النبي انتايل ولا نبقى الآن غير ابن تيمية نحتفال بالمولد النبي انتايل ولا كتابه مشهور كتابنا ابن تيمية هي الاقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم تبل كتاب الله أب صفحة 297 أبقى قلت 209 ابن تيمية انتاي بلالو نحنا نز مولد جائز دول علماء بزحاتهم مثلا الإمام ابن حجر العسقلاني مفسر صحيح البخاري الإمام النووي مؤلف رياض الصالحين شارح صحيح مسلم الإمام السيوطي حفاظ أظن كلهم حفاظ على راسهم ابن كثير تلميذ ابن تيمية نملك مظفر كان شاجعا كان عالما كان تقيا وكان يحتفل احتفالا هائلا إلو زكير والله نحن قلنا نزوم كلهم علماء قدفنا نمتاينا نبي ابن تيمية مسينا أزوم نمولد حرامي وي دما كل يزبلونا دلو سبات بمولهم ابن تيمية شيخ الإسلام مخاني مفضل نتوم قالوا علماء ديكون سني ابن تيمية شيخ الإسلام مخاني مفضل مباركس كيدو راجعوا ابن تيمية عنده كتاب سماها الاقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم في صفحة 297 أبقى قلت 209 شوعة طيب لالله ابن تيمية فتعظيم المولد واتخاذه موسما احتفال بالمولد النبي كتعظيم كتقبر موسم مالتها بعال مالتي كم بعال كتحزو عمتها وبعال كم زي مولد النبي نقبره دلنا فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس قد يكون فيه أجر عظيم ليه نمنتاي لحسن قصدهم تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كلام ابن تيمية انتاي أجر عظيم اللوم يبلا له ابن تيمية من دا يحجد زاربنا له يا جماعة سيزي كلنا انتبه لنا تلميذنا ابن تيمية كابتوم زعبي تلاميذنا ابن تيمية مني ابن القيم الجوزي صح؟ نعم. ابن القيم الجوزي نحتفال بالمولد النبي انتاي له ها أبت مولد النبي كون كله عنده كتاب مدارج السالكين شرح منازل السالكين صح؟ أبزا كتاب زي أنتايلو للصفحة 17 أبز مولد النبي زقبر مدى إحسي حد خط قلب خازة تركس نور النبي صلى الله عليه وسلم أب قلب خازة أتوي هذا كلام ابن القيم تلميذ ابن تيمية سلازن احنا إمام ابن حجر العسقلاني نرؤسه أبس شرح صحيح البخاري في كتابه فتح الباري عن المولد تزارب له الإمام النووي الإمام السيوطي نمنتهي حتى نقدر كنسحتها ديبلنا احتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم هي بدعة مخانة أي ترسل بدعة مخانة فلوت هي بدعة حسنة كما قال سيدنا عمر بن الخطاب في صلاة التراويح بصحيح البخاري هذه نعمة بدعة حسنة من يلوالو زي ابن حجر العسقلاني بعض الناس أبزقوا الناس اللون تايلو من قسم البدعة إلى بدعتين فهو مخطئ نبدعة أبكل تزم قلسب مخطئ يبلغها أبزقوا الناس اللون سبات أزوم نمولد حرام دبل الله مالتي من قسم البدعة إلى بدعتين فهو مخطئ نسب زنتاخت له انظر سنن البيهقي أب سنن البيهقي باب مناقب الشافعي بالباب له خاص باب أو أتي مرايو يقول الإمام الشافعي الأمور من المحدثات ضربان أولهما ما يوافق الكتاب والسنة والأثر والإجماع فهو بدعة محمودة أي بدعة حسنة ما يخالف الكتاب والسنة الأثر والإجماع فهو بدعة مذمومة أو سيئة إذا كلام نايمني كما كلام ناي إمام الشافعي
النبي عليه الصلاة والسلام إجماع المفسرين زتبغوه عالم قريش. النبي عليه الصلاة والسلام اسمعوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. هذا الحديث تنطبق إلى إمام الشافعي إجماع الأمة. هذا الحديث تنطبق إلى مين؟ إلى إمام الشافعي. النبي عليه الصلاة والسلام تايلو عالمنا قريش عالم ملئت علمنا تخمل الآئلة عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. هذا حديث النبي تنطبق للإمام الشافعي. إمام الشافعي بعلن طيب له نبي أبكل التمقيل ولو مؤلف رياض الصالحين مني الإمام النووي نبي دعاء كندي مقيل ولو أبكندي أب حمشت من دا حجاي مكلني دبلنا دلو. سلازي كلنا انتباه نقر ماتي معلش جزء وسيد لكم وعلمنا ما جهلنا ذكرنا وسينا وانفعنا بما علمتنا. هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك. عملنا بالإحسان منك وإليك يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله